يستحقون يفوزوا بالبطولة. كرة ملعوبة أمامية اللعب. طبعا 3 منتخبات تأهلوا كأس العالم، اليمن، كوريا، الصين. كرة ملعوبة الآن أمامية اللعب المنتخب اليمني، بينية أمامية في اللعب، في الحط طارق بيحطها تسديدة. يا جلال القطان، يا جلال، شوف 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 جلال بيحطها، ولكن المدافع بيطلعها ركنية، بتضرب في المدافع، بتضرب في اللاعب بارك كامل، وركنية للمنتخب اليمني. برافو 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 لأبناء اليمن. عدوا. كرة ملعوبة مقطوعة من جانب المنتخب الكوري، اليمن 0 كوريا 0 بعد مرور 19 دقيقة. بيلعب في الدقيقة 20 لأحداث الوقت الأصلي للشوط الثاني، ومحاولة الآن كورية في الجهة اليمنى. هذه الكرة خطيرة بيعدي، وخطيرة فعلا المنتخب الكوري، خطيرة تبعد هذه الكرة أمام المرمى اللعب، ولا زالت مستمرة. هدف عن طريق يانغ دونغ. يانغ دونغ بيسجل هدف المنتخب الكوري، وهنا الجالية الكورية فرحة بتقدم فريقها عن طريق هذا اللاعب، عن طريق اللاعب يانغ دونغ. كرة فعلا بتتهيأ ليانغ دونغ، وعلى طول بيحطها قوية، بيحطها في مرمى المنتخب اليمني، وفي الدقيقة 20 بيسجل أول أهداف في المباراة النهائية. كوريا 1. شوف 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 اللاعب اللي بيعدي على طول، اللاعب البديل لي يونغ، وبيهيئها وبتبعد وبتهيأ أمام اللاعب يانغ دونغ الغير مراقب تماما، وبيسجل أول أهداف المباراة. شوف لي يونغ بيهيئها وبتبعد وداخل منطقة الجاز. شوف يعني ما في رقابة أيضا على يانغ دونغ، ولذلك كرة ملعوبة الآن المنتخب اليمني عند الحارس. يانغ دونغ بيسجل هدف المباراة الأول، وبيتقدم المنتخب الكوري بهدف في الدقيقة 20 عن طريق يانغ دونغ. الهدف خطأ الآن المنتخب اليمني. كرة ملعوبة الآن، جلال القطاع، تبديلين للمنتخب اليمني وتبديلين للمنتخب الكوري. إلى وسيم القعر، وسيم كرة معاه بيعدي، وسيم بيلعب لعب خلفية اللعب وتسديده، ولكن بتبعد من الدفاع، توصل إلى أكرم الورافي بيمرر، سليم البيحاني بيحطها في الجول. التعادل في الدقيقة 26. عوض البيحاني، برافو يا عوض البيحاني. شوف الورافي بيلعبها، وعلى طول البيحاني بيتقدم وبيحطها، بتضرب في القايم، بتدخل مرمى. شوف الورافي، تمرير رائعة، ما في شيء، ما في ياتي بالخلف البيحاني الظهير الايمن، وعلى طول افرح يا السليلي، افرح يا السليلي، وافرح كل يمني، وفرح كل يمني، افرح وفرح كل يمني. هذا البيحاني بيسجل في الدقيقة 26 هدف التعادل. 1-1 ما في حدا أحسن من الحد. تعادل 1-1. كرة عالية إبراهيم، محمد إبراهيم بيحصلها. محمد لا تستعجل محمد، بيلعب أمامية اللعب، توصل إلى المنتخب اليمني والتعادل. تعادل 1-1 بين اليمن وكوريا. نهائي مثير، نهائي جميل، نهائي رائع، بالأداء الجميل، بالحضور الجماهيري، بكل شيء حقيقة. ختام فعلا مسك، ولكن المسك ريحته بتكون حلوة وجميلة لما يفوز المنتخب اليمني ويحمل الكاس ويذهب إلى اليمن وهو بطلا لآسيا، وتكون أول بطولة للمنتخب اليمني. شوف البيحاني، يا سلام عليك البيحاني، يا سلام عليك أيضا يا أكرم الورافي اللي مر الكرة فعلا. هدف تعادل جميل، شايف فرحة الجهاز الفني والإداري بهدف التعادل.
عادل 1-1 بين اليمن وكوريا في نهائي جميل. الميداليات الذهبية والميداليات الفضية والبرونزية من نصيب المنتخب الصيني. وهذا الكأس، هذا الكأس يلمع، والكأس يلمع. وركلات ترجيح الآن نتابعها معكم مشاهدي دبي الرياضية. المنتخب الكوري راح يبدأ الركلة الترجيحية الأولى. المنتخب الكوري عن طريق لي يانغ ومحمد إبراهيم. يلا يا محمد، لي يانغ ومحمد إبراهيم، يلا يا محمد. لي بيحطها، بيسجل الركلة الترجيحية الأولى، بيسجل منها المنتخب الكوري الجنوبي عن طريق لي جانغ بيسجل الركلة الترجيحية الأولى. طبعا المباراة انتهت في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لهدف. سجل لكوريا يانغ دونغ في الدقيقة 20، ولليمن عوض البيحاني في الدقيقة 26، والهدفين في الشوط الثاني. الآن ركلة ترجيحية للمنتخب اليمني، والمنتخب اليمني يبدو عبدو علي وبيتقدم، بيحطها بيسجل بيسجل الكابتن عبدو علي، بيسجل الركلة الترجيحية الأولى. شوف بيحطها، وبيحط الحارس الكوري، بيحط تشاكي سوك في جهة وبيحط الكرة في الجهة الأخرى. شوف بكل ثقة بيسجل. 1-1 الآن، ركلات الترجيح 1-1. طبعا النتيجة الأصلية انتهت خلاص، انتهت بهدف لهدف. الآن راح نحسب ركلات الترجيح، ويانغ دونغ صاحب الهدف الكوري. يانغ دونغ بيتقدم، محمد إبراهيم، يانغ بيحطها، بيسجل يانغ دونغ، وشوف بيتقدم وبيحطها أيضا، وبيضع الحارس في زاوية والكرة في الزاوية الأخرى، وبيسجل الركلة الترجيحية الثانية. يانغ دونغ صاحب الهدف الكوري في الشوط الثاني. وهذا الحارس تشاكي سوك وجلال القطاع راح يلعب الركلة الترجيحية الثاني للمنتخب اليمني. جلال القطاع، سم بسم الله وتوكل على الله يا جلال. وهذا تشاكي سوك، جلال القطاع، جلال بيتقدم، بيحطها جلال، بيسجل الركلة الترجيحية الثانية، شوف جلال بيسجل 2-2 الآن، 2-2 ركلات ترجيح، وبيسجل. شوف جلال بيحطها، والآن الثالثة للمنتخب الكوري الآن. وباك سونغ بيتقدم، باك سونغ ومحمد إبراهيم، ركلة ترجيحية ثالثة. باك سونغ بيحطها، بيسجل باك سونغ الركلة الترجيحية الثالثة. 3-2 الآن. شوف باك سونغ بيسجل الركلة الترجيحية الثالثة للمنتخب الكوري. 3-2. الكوريين من 3 ركلات ترجيح سجلوا 3، اليمنيين من 2 سجلوا 2. الثالثة الآن أكرم الورافي. أكرم تألق في هذه المباراة، أكرم قدم مستوى رائع في هذه المباراة، ويتقدم أكرم الآن. أكرم الورافي وتشجيع لأكرم من الجمهور اليمني الكبير. أكرم الورافي، أكرم يتقدم، أكرم بيحطها، أكرم بيضيع أكرم الورافي. معليش شوف بيحطها خارج المرمى، بيضيع ركلة ترجيحية أكرم الورافي. معليش يا أكرم، لعيب كبار ضيعوا ركلة ترجيح. معليش ضاعت ركلة ترجيحية. والآن الركلة الترجيحية للمنتخب الكوري. لي جانغ أو كانغ جين بيتقدم، بيحطها باركتا بيسجل الرابعة. باركتا باركتا 4-2 الآن.
4-2 4-2. والمنتخب الكوري يقترب للفوز بكأس البطولة، لأن هذه الركلة الثالثة الآن للمنتخب الرابع للمنتخب اليمني عن طريق جمال العولقي لو ضيعها راح تنتهي المباراة لصالح المنتخب الكوري بركلات ترجيح. الكوريين سجلوا 4 من 4، اليمنيين هذه الرابعة ضيعوا 1 وسجلوا 2. وجمال العولقي وتاكي سوك العولقي، يلا يا العولقي جمال العولقي راح يتقدم. جمال بيتقدم، بيحطها بيسجل جمال الركلة الترجيحية الرابعة. 4-3 الآن كابتن المنتخب الصيني لي سانغ شوف جمال العولقي، لي سانغ الخامسة لو سجل راح تكون 5-3. والمنتخب اليمني لو سجل خلاص، لو سجل راح ينهيها. لو سجل الكابتن لي سانغ محمد إبراهيم، لي سانغ الخامسة لي سانغ بيحطها، بيسجل خلاص البطولة كورية للمنتخب الكوري بركلات ترجيح 5-3. بيفوز المنتخب الكوري بالبطولة. هرلك للمنتخب اليمني، ونقول شكرا لهذه الجماهير الكبيرة. فعلا المنتخب اليمني لم يخسر شيء، كسب منتخب كبير، صعد إلى كأس العالم. ألف مبروك حقيقة على هذا الأداء الجميل المنتخب اليمني الشقيق، وهذا الجمهور الكوري أيضا من حقه أن يفرح. ألف مبروك للمنتخب الكوري. للمرة الثانية المنتخب الكوري بيفوز بالبطولة، وللمرة الثانية المنتخب الكوري بركلات ترجيح. يومها فاز في عام 86 في قطر في البطولة الثانية، فاز على قطر بركلات ترجيح 5-4، واليوم فاز على المنتخب اليمني أيضا 5-3 بركلات ترجيح بعد التعادل لهدف في الوقت الأصلي والإضافي. وشكرا نقولها للجماهير الوفية اليمنية الكبيرة التي تواجدت وآزرت منتخب الأمل اليمني. فعلا نقولها للمسؤولين في اليمن، اهتموا بهذا المنتخب، فهو أمل الكرة اليمنية. ونبارك لهذا المنتخب ولكل الرياضيين ولكل الشعب اليمني وصول المنتخب اليمني إلى نهائيات كأس العالم في فنلندا عام 2003. وبعد طبعا قليل سيتم التتويج، ونحن معكم متواصلين وعبر قناة دبي الرياضية ننقل لكم أحداث اليوم الختامي لهذه البطولة. وهذا هو كأس البطولة، هذه كأس البطولة من نصيب المنتخب الكوري الجنوبي. مبروك للمنتخب الكوري، منتخب يستحق البطولة بجدارة، فاز بهذه البطولة. المنتخب اليمني خسر البطولة ولكن كسب منتخب كبير. معليش يا محمد إبراهيم، معليش ارفع راسك، أنت من اليمن السعيد وأنت أحد من أبناء اليمن السعيد. خسرت البطولة بركلات ترجيح، وركلات ترجيح كما نعلم يعني عامل الحظ يلعب دور كبير. عموما لا نقلل من شان منتخب كوريا، منتخب كبير، منتخب جدير بهذه البطولة، ولكن أيضا نبارك للأخوة في اليمن، نبارك لكل الأشقاء اليمنيين، نبارك لكل العرب وصول المنتخب اليمني إلى كأس العالم وتقديم لهذا العرض الجميل وحصوله على المركز الثاني. وهنا لاعب المنتخب